بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ نشرح أول درس في وحدة الهندسة، بيتكلم على المساحات. قبل ما نعرف أو ندخل في الدرس هنتكلم على مساحات ومحيطات الأشكال اللي احنا خدناها قبل كده. أول حاجة عندي المربع. المربع إن أنا عارف إن أضلاعه كلها بتكون متساوية. طيب أنا لو عايز أجيب مساحة المربع، كنا قلنا إن محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4، ومساحة المربع بيساوي طول الضلع تربيع أو طول الضلع في نفسه. طيب انا لو عايز اجيب محيط المربع بيساوي ايه؟ قلنا طول الضلع في 4. بيقول لي اذا كانت طول ضلع المربع 3 سنتي فان محيط المربع، احنا قلنا طول الضلع في 4، فهقول له ان البي هيساوي اس اللي هو طول الضلع اللي هو التلاتة، هضربه في 4 هيساوي 12. طيب لو عايز اجيب مساحة المربع، انا هنا طول الضلع في التلاتة هضربه في نفسه، يبقى ال A اللي هي المساحة بتساوي 3 في 3 بيساوي 9. تاني شكل معايا المستطيل. المستطيل بيتكون من طول وعرض. طبعا لو عايز اجيب محيط المستطيل كنا خدناها ان هو الطول زائد العرض الكل في 2. طيب لو عايز اجيب مساحة المستطيل، الطول في العرض اللي في دبليو. طيب هنا بيقول لي مستطيل طوله 8 وعرضه 5. عايز اعرف محيط المستطيل. احنا قلنا محيط المستطيل اللي هو البي بيساوي الطول زائد العرض في 2، فيبقى 8 زائد 5 الكل في 2 هيساوي 5 زائد 8 13. 13 في 2 هيدينا 26. مساحة المستطيل بالسنتيمتر. طب انا لو عايز اجيب المساحة، احنا قلنا المساحة بتساوي الطول في الايه؟ في العرض، فاضرب 5 في 8 يدينا 40. الشكل التالت معايا بيقول لي متوازي اضلاع. طيب مساحة المتوازي الأضلاع قلنا بيتكون من إن كل ضلعين متقابلين بيبقوا متساويين، فالقاعدة دي بتساوي القاعدة دي، والقاعدة دي هتساوي القاعدة دي، وده كده ايه الارتفاع. طب عشان أجيب مساحة متوازي الأضلاع، مساحة متوازي الأضلاع بتساوي طول القاعدة في الارتفاع. ال A بتساوي القاعدة اللي هي ال B في الارتفاع المناظر ايه ليها، أو ممكن نجيبه عن طريق القاعدة دي والارتفاع بتاعها بيكون بالشكل ده، ان هو لازم يكون عمودي على القاعدة. طيب المحيط هو محيط على اي شكل عامة بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، او ممكن نقول نفس القانون بتاع المستطيل، هجمع القاعدتين ونضربهم في 2. فهنا بيقول لي اذا كان طول قاعدتي متوازي الاضلاع 4 سنتي و6 سنتي وارتفاعه الاصغر 3 سنتي، فان محيط متوازي الاضلاع. عشان اجيب محيط المتوازي قلنا مجموع اطوال اضلاعه، فلو الضلع ده ب6 ده هيبقى ب6، ده ب4 يبقى ده ب4. فانا هجمع 6 زائد 6 و4 زائد 4، او ممكن اجمع 6 زائد 4 واضربهم في 2. البي هيساوي 6 زائد 4 الكل في 2. 6 و4 10، 10 في 2 هيساوي 20. طيب مساحة متوازي الأضلاع، احنا قلنا المساحة بتساوي القاعدة في الارتفاع، بس خلي بالك ان القاعدة الصغيرة تاخد الارتفاع الكبير، والقاعدة الكبيرة تاخد الارتفاع الايه الصغير. زي ما انا عامل هنا، دي قاعدة كبيرة اكبر من القاعدة دي، فالقاعدة الكبيرة دي خدت الارتفاع الصغير، انما القاعدة الصغيرة ارتفاعها بيكون ايه كبير. فهو بيقول لي متوازي أضلاع طول قاعدتي 4 و6 وارتفاعه الايه الأصغر. احنا قلنا الارتفاع الصغير هياخد القاعدة انهي الكبيرة عكس بعض، هضرب 3 في 6 يبقى الايه هيساوي 3 في 6 هيساوي 18. يجي بعد كده عندي الشكل المعين. المعين محيطه بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4، لأن أضلاعه كلها بتكون متساوية، فأنا لو معايا ضلع هعرف أجيب الايه المحيط. مساحة المعين هي نفس مساحة المتوازي، هضرب القاعدة في الارتفاع، فيبقى محيط المربع الذي طول ضلعه 7 وارتفاعه 5. قلنا عشان اجيب المحيط هناخد طول الضلع ونضربه في 4، يبقى البي هتساوي 7 في 4 هيساوي 28. طيب عشان اجيب المساحة، احنا قلنا المساحة هي نفس مساحة متوازي الأضلاع، القاعدة اللي هي طول الضلع في الارتفاع، فيبقى ال A هتساوي 7 في 5 ب35.
اخر شكل معايا المثلث. عشان اجيب محيط المثلث احنا قلنا محيط اي شكل هو مجموع اطوال اضلاع، فانا هجمع الثلاث اضلاع بتوعه. في بي هتساوي، هجمع العشرة والتمانية والستة، 10 زائد 8 زائد 6 هيساوي، ونطلع الناتج. 10 و8 18، 18 و6 24. طيب عشان اجيب مساحة المثلث، مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة اللي هي البي في الارتفاع اللي هو اتش. خلي بالك ان دي قاعدة المثلث وده كده الارتفاع بتاعه. الارتفاع بيكون عمودي هو على القاعدة. فلو عايز اجيب مساحة المثلث ده مثلا هنعمل نفس الكلام، القاعدة في الارتفاع، القاعدة مثلا اللي هي التمانية. طب وده الارتفاع لان الارتفاع هو العمودي. او خلي بالك عشان ده مثلث قائم، هو نص حاصل ضرب ضلعين القايمة اللي هو الستة والتمانية. فيبقى ال A هتساوي نص في 6 في 8. نص في 6 ب3، 3 في 8 ب24، يبقى 24 سنتيمتر مربع. أول شكل عندي هنا المعين. عشان أجيب مساحة المعين احنا قلنا إن مساحة المعين ليها قانون اللي احنا لسه واخدينه من شوية، إن هو طول الضلع في الارتفاع. طيب أنا هنا لو مديك إن الضلع مثلا في المعين 3 سنتي والارتفاع 4، هضرب 3 في 4 يدينا ال12. طيب أنا علشان أجيب مساحة المعين برضو ينفع أجيبها عن طريق قانون تاني. إيه هو القانون بقى ده؟ مساحة المعين ممكن أجيبها عن طريق القطرين. طيب أجيبها عن طريق القطرين إزاي؟ هو القانون عندي بيقول لي نص حاصل ضرب طولي القطرين. يعني إيه؟ يعني أنا نص حاصل ضرب القطرين. خلي بالك إن في المعين القطرين هنا مختلفين، إن القطر ده لا يساوي القطر ده. طيب انا علشان اجيب المساحة، يبقى القانون بتاعي اللي هو نص في دي واحد في دي اتنين. خلي بالك ان دي واحد ده هو القطر الاولاني، ودي اتنين القطر الايه التاني. طيب اول مثال هنا بيقول لي معين طول قطريه 8 سنتي و10 سنتي، اوجد مساحته. علشان اجيب المساحة هنا احنا قلنا لسه قايلين ان المساحة نص حاصل ضرب القطرين، فيبقى الايه هتساوي نص في حاصل ضرب القطرين، يعني هنضرب القطرين دول ايه في بعض، نص في 8 في 10، ونطلع الناتج. خلي بالك ان نص التمانية 4، 4 في 10 ب40، يبقى المساحة 40 سنتي. المثال التاني هنا بيقول لي معين طول قطريه 5 بوصة و8 بوصة. خلي بالك ان البوصة دي هي وحدة قياس برضو، بس انا بستخدمها مثلا في الدول بره بتستخدمها، مثلا ما اجي اقول لك ان الشاشة مثلا مساحتها 50 بوصة او 80 بوصة او كده، فدي البوصة دي وهي وحدة قياس، فانا ممكن استخدمها برضو، مش هتفرق معايا في المسألة خالص. المهم ان انا عايز اجيب مساحة المعين، انا مديك هنا القطرين، فهقول ان A هيساوي نص في القطر الاولاني اللي هو الخمسة في القطر التاني اللي هو التمانية، ونطلع الناتج. خلي بالك ان انا بدل ما اجيب نص الخمسة ممكن اجيب نص التمانية. نص التمانية 4، 4 في 5 ب20، يبقى المساحة 20 بوصة مربعة. الفكرة التانية معايا، انا هديك انا المساحة واديك قطر واقول لك هات لي انت القطر التاني. طب علشان اجيب القطر التاني ده، دي برضو ليها قانون. طب ايه هو القانون بتاعي؟ لو انا عايز اجيب القطر، القانون بتاعي هيبقى 2 المساحة على القطر الآخر. ممكن أجيبها عن طريق القانون ده، إن أنا هجيب 2 المساحة، يعني هضرب 2 في المساحة وأقسمها على القطر اللي معايا. طيب تعال نجرب كده. أول مثال بيقولي معين مساحته 24 بوصة مربعة وطول أحد قطريه 4 بوصة، أوجد طول القطر الآخر. أنا عايز أجيب القطر. طب عشان أجيب قطر في المعين هنقول المساحة على القطر. 2 المساحة يعني القطر هيساوي 2 المساحة، يعني هنضرب 2 في المساحة. المساحة اللي هي كام؟ 24، يبقى 2 في 24 على القطر اللي هو مديهولي اللي هو الأربعة، ونطلع الايه الناتج. 2 في 24 ب48، 48 على الأربعة هيساوي 12، يبقى كده القطر هيساوي 12 بوصة. طيب المثال التاني بيقول لي معين طول ضلعه 10 قدم وطول قطره 12 قدم و16 قدم، أوجد ارتفاعه. علشان أجيب الارتفاع
احنا قلنا ان المساحة بتساوي القاعدة في الارتفاع. طب انا دلوقتي عايز اجيب الايه الارتفاع. طب عشان اجيب الارتفاع ده بيساوي ايه؟ بيساوي المساحة على طول الضلع. طيب انا عايز اجيب كده ايه الارتفاع. طب نجيب الارتفاع ازاي؟ هاخد المساحة. طب فين المساحة؟ أنا مش مديك هنا المساحة. طب انا المفروض ان انا بقسم المساحة على الضلع معايا اهو اللي هو ال10 سنتي. طيب فين المساحة؟ انا مديك هنا القطرين، فانا هجيب من القطرين دول المساحة الاول، فاقول له مساحة المعين هتساوي، انا مديك القطرين فاقول له نص في القطرين اللي هما 12 و16، فاقول له نص في 12 في 16 يساوي، واطلع الناتج. نص ال16 بكام؟ ب8، فهقول له 8 في 12 ب96، فيبقى كده المساحة 96 قدم. طيب انا دلوقتي عايز اجيب بقى مين الارتفاع. انا لسه قايل عشان اجيب الارتفاع هنعمل ايه؟ المساحة على الضلع. المساحة اللي هي كام؟ 96. يبقى الارتفاع هيساوي 96 على الضلع اللي هو 10، ف96 على 10 هيساوي 9.6 قدم. تاني حاجة المربع. احنا قلنا عشان نجيب مساحة المربع، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طيب انا هنا ده لو انا مديك طول الضلع. طيب انا هنا لو عايز اجيب المربع برضو ممكن اجيبه عن طريق نفس القانون بتاع القطرين. طيب ازاي؟ نص حاصل ضرب القطرين، بس هنا في اختلاف. قطرين المربع هنا متساويين، يعني لو القطر ده مثلا ب6 القطر ده برضو هيبقى ب6، فهنا القطرين متساويين. فعلشان اجيب مساحة المربع هيبقى نص طول القطر في قطر. القطر في القطر دي اللي انا ممكن اقول عليها مربع قطره، فيبقى نص في دي تربيع. ده اللي هو مساحة الايه المربع. زي مثلا هنا انا بدل ما هو مديك قطرين هديك قطر واحد، فالقطر التاني هيكون زيه. مربع طول قطره 10 امتار. اوجد مساحة المربع الايه هتساوي المساحة اللي هي نص القطر تربيع. ممكن اقول له نص في 10 تربيع، او ممكن نكتبها بطريقة تانية اللي هي نص حاصل ضرب القطرين. نص في 10 هي هيساوي، ونطلع الايه الناتج. 10 أس 2 ب100، أضرب 100 نص 50، يبقى المساحة كده 50. طيب السؤال التاني بيقول لي مربع طول قطره 5 قدم، أوجد مساحته. برضه عشان أجيب مساحة المربع احنا لسه قايلين نص القطر تربيع، فيبقى ال A هيساوي نص في القطر اللي هو 5 في 5، أو ممكن أكتبها 5 أس 2 هيساوي 12.5. طيب الفكرة التانية برضو ان انا هديك المساحة واطلب انا القطر. مربع مساحته 18 بوصة مربعة، اوجد طول قطره. انا عايز انا اللي اجيب القطر. طيب نجيب القطر ازاي؟ انا هنا برضو عندي قانون. قطر المربع جذر 2 المساحة. يعني ايه 2 المساحة؟ يعني 2 في المساحة. طيب ازاي ده؟ تعالى مثلا نجرب. اول حاجة ان انا هعوض في القانون ده. جذر 2 في المساحة يعني 2 اضربها في المساحة. اول سؤال بيقول لي مربع مساحته 18 بوصة مربعة، اوجد طول قطره. عشان اجيب قطر المربع هنعمل ايه؟ هشتغل بالقانون ده. هيبقى جذر 2 في المساحة اللي هو مديها لي بكام؟ ب18، هيساوي، هو 2 في 18 دي بكام؟ 2 في 18 دي ب36، فانا كده لما بجيب جذر ال36، جذر ال36 كنا قايلين بكام؟ ب6، يبقى القطر هنا ب6. السؤال التاني بيقول لي أيهما أكبر في المساحة؟ مربع طول قطره 20 أم مثلث طول قاعدته 30 وارتفاعه 10؟ أول حاجة هنجيب مساحة المربع ونجيب مساحة المثلث ونشوف مين الأكبر. هي مساحة المربع احنا لسه قايلين مساحة المربع هتساوي نص القطر تربيع، فهيبقى نص في القطر كام؟ القطر 20 تربيع،
ونطلع عليه الناتج. 20 أس 2 هيدينا 40، 400. 400 نصهم 200، فيبقى المساحة هنا 200 سنتي مربع. طيب علشان اجيب مساحة المثلث قلنا ان هي بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة في الارتفاع تبقى نص في القاعدة اللي هي 30 في الارتفاع اللي هو 10، ونطلع الناتج. نص 30 15، 15 في 10 ب150، يبقى المساحة هنا 150 سنتيمتر مربع. آخر شكل معايا هو شبه المنحرف. ايه هو شبه المنحرف؟ شبه المنحرف انا بيبقى عندي منه رسمتين او نوعين. الشكل ده ممكن نرسم شبه منحرف قائم الزاوية اللي هو بيبقى بالشكل ده. طيب انا علشان اجيب مساحة شبه منحرف في عندي حاجة اسمها القاعدتين. فين القاعدتين دول؟ في عندي الضلعين المتوازيين اللي هما دي سي و اي بي، دول بنقول عليهم القاعدتين اللي هما الضلعين المتوازيين ده وده. في عندي بنقول عليه شبه منحرف متساوي الساقين لان ده بنسميه ساق وده ساق، فده كده شبه منحرف متساوي لايه الساقين، او ممكن ما يبقاش متساوي الساقين. المهم ان الضلعين المتوازيين دول هما القاعدتين. فشبه المنحرف هنا عندي فيه قاعدتين اللي هي دي سي و اي بي. وفي عندي حاجه اسمها القاعده المتوسطه. ايه هي القاعده المتوسطه دي؟ اللي هي بتترسم في النص هنا، فدي بنسميها القاعده المتوسطه، بتكون في النص ما بين القاعدتين. وطولها بيكون كام؟ هو بيكون الرقم اللي في النص ما بين القاعدتين. يعني مثلا لو القاعده دي 6 والقاعده دي 8، فالقاعده المتوسطه دي بتكون 7. او ليها قانون. ايه هو قانون القاعده المتوسطه؟ نص مجموع القاعدتين. انا مديك هنا القاعده ب6 والقاعده هنا ب8، فانا لو عايز اجيب القاعده المتوسطه هيبقى نص في، وخلي بالك ان انا لازم اجمع القاعدتين الاول، فهجمع ال6 وال8 الاول. 6 زائد 8، 6 و8 14، هنجيب نصهم يبقى نص ال14 هيساوي كام؟ هيساوي 7، يبقى القاعده المتوسطه 7 سنتي. طيب علشان اجيب مساحة شبه المنحرف، مساحة شبه المنحرف بتساوي ايه؟ ليها برضو قانون. ايه هو القانون؟ بيقول لي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع. فانا هجيب القاعدة المتوسطة ونضربها في الارتفاع. فين ارتفاع شبه المنحرف؟ اهو اللي هو العمودي على القاعدة، فده كده ايه اللي ايه الارتفاع. او ممكن اشتغل بالقانون التاني اللي هو نص مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع. بدل ما اكتب القاعدة المتوسطة يبقى نص مجموع القاعدتين في الارتفاع. ده القانون التاني برضو بتاعي، ان انا بدل ما اكتب القاعدة المتوسطة جاهزة، لا هديك القاعدتين ونجيب منهم القاعدة المتوسطة، يبقى انا كده جبت القاعدة المتوسطة. دي هي طول القاعدة المتوسطة. تعال نشوف اول مثال. شبه منحرف طول قاعدتي المتوازيتان 7 سنتي و9 سنتي وارتفاعه 5 سنتي. عايز اجيب المساحة. انا هنا مديك القاعدتين، القاعدة اللي هي 7 سنتي و9 سنتي والارتفاع 5. طالما مديك القاعدتين يبقى انا اول حاجة هنجيب القاعدة المتوسطة وبعد كده نضربها في الايه في الارتفاع، فيبقى المساحة هتساوي القاعدة المتوسطة. اجيبها ازاي؟ نقول نص في مجموع القاعدتين. تعال نجمع القاعدتين اللي هما 7 و9. 7 زائد 9، وبعد كده ناخدهم نضربهم في الارتفاع اللي هو 5. طيب 7 زائد 9 كام؟ 7 زائد 9 16، نص ال16 8، يبقى 8 أضربها في 5 يدينا 40 سنتيمتر مربع. طيب شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة. هنا اداك القاعدة المتوسطة المباشرة جاهزة ب8، والارتفاع كام؟ الارتفاع 12. طب عشان اجيب المساحة قلنا هنضرب القاعدة المتوسطة في الارتفاع، هيبقى 8 في 12، يبقى المساحة هتساوي 8 في 12 هيساوي 96 سنتيمتر مربع. الفكرة الأخيرة معايا هو لما اديك مساحة شبه المنحرف نفسه واديك
القاعدة المتوسطة واطلب انا الارتفاع. قلنا عشان اجيب الارتفاع هنقسم المساحة على القاعدة المتوسطة، المساحة على القاعدة المتوسطة. فأنا هبدأ أقسم 126 على 21 هيساوي 5. 126 على 21 هيساوي 6. يبقى الارتفاع بتاعي 6 سم. المثال التاني بيقول لي شبه منحرف مساحته 63 متر مربع وطول إحدى قاعدتي. أنا مديك هنا قاعدة واحدة وارتفاعه 9، فهنا طول قاعدته الأخرى وعايزين نجيب القاعدة الأخرى. أنا هبدأ أعوض في قانون المساحة. المساحة دي بتساوي إيه؟ المساحة بتساوي نص مجموع قاعدتين في الارتفاع، يبقى نص في القاعدتين معايا واحدة اللي هي 8 والقاعدة التانية أنا معرفهاش فهسميها دي، هسميها بي. هنا غلطة، فهسميها بي في الارتفاع اللي هو 9. المفروض ان المساحة دي هتساوي كام؟ هتساوي 63. ونبدأ نحل دي كمعادلة. طب احلها كمعادلة ازاي؟ انا عايز اتخلص هنا من النص. طب عشان اتخلص من النص هضرب في 2. طب ليه نضرب في 2؟ عشان اشيل النص من هنا واضرب هنا برضو في 2. فالاتنين هتطير مع الاتنين فيبقى 8 زائد بي الكل في 9 هيساوي 2 في 63. 2 في 63 هيدينا 126. طيب أنا هنا عايز أتخلص من 9، هنعمل إيه؟ هنقسم على 9 وهنا هقسم على 9 برضه. 9 على 9 دي بتطير، فهيبقى لنا إن 8 زائد البي هيساوي 126 على 9 هيساوي كام؟ هيساوي 14. كده ان 8 زائد بي هيساوي 14، فهودي ال8 بعكس الاشارة. يبقى كده البي هيساوي 14 ناقص 8. 14 ناقص 8 هيدينا 6. فيبقى كده القاعدة التانية تساوي 6. وبكده يكون الدرس بتاعنا خلص. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك بقية الفيديوهات بتاعتنا وتتابعنا في المراجعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.